السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم بكل خير حبايبنا. بالنسبة للفيديوهات اللي كنا عم ننزلها أول تعليمية ولأصحاب المشاريع، وقفناها بسبب الأحداث اللي صارت الحمد لله، وانتصار الثورة وتحرير بلاد الشام أو سوريا كاملة الحمد لله. السؤال هلا كنا نحن عم نعمل هيك لانه كان في كتير يعني عم ننشر الفيديوهات هاي اللي عم نحكي عليها تبع تأسيس المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية و الى اخره، لانه في ناس عايشين باوروبا وعم يشتغلوا. المرأة عم تشتغل بالبيت والرجال عم يشتغل برا البيت. اما بحال هلا ما بعرف، يعني تغيرت الاوضاع، وفي كتير ناس بعد نهاية العام الدراسي عم يفكروا ينزلوا. في ناس نزلوا من هلا، يعني حتى انه وقفوا مدارس اولادهم ونزلوا. هل بتشوفوا مجزي هذا الشيء انه نكمل؟ يعني الحمد لله انه هلا حيرجع المكون السوري مثل ما كان بنسبة وتناسب، طبعا ما حيرجع دغري. فحترجع الزوجة ربة منزل والرجل هو مسؤول عن المنزل مثل العادة، مو مثل بأوروبا، مو يعني الاثنين مع بعض بده يشتغلوا مشان يأمنوا الحياة، ولازم المرأة تشتغل ولازم كذا. لا، فإذا أنتم شايفين إنه لازم نكمل بهي السلسلة بنرجع بنكمل. شايفين إنه نرجع للفيديوهات القديمة، إنه وصفات وما وصفات عادي بين ما نتعافى. يعني لهلا لسه الوضع شوي مكركب صحيا، يعني طبعا ما تعافينا لهلا تماما 100%. بنقول الحمد لله على كل حال. فاقتراحاتكم وتوجيهاتكم بتهمني كثير. وشغلة تانية، موضوع العودة، يعني هي المسج أو الرسالة برسم آه، الحكومة الجديدة خلينا نقول، أو أحمد الشرع. موضوع عودة السوريين بدون أطفالهم أنا بعتقد مرفوضة. موضوع السوسيال اللي أخذ الأطفال، ما بعتقد انه حدا حكى عنهم. المفروض انه نسلط الضوء عليهم كأي واحد صاحب منصة يحكي عن الموضوع، لانه لما حكوا بعودة السوريين ما حكوا بعودة أطفال السوريين كمان. يعني أنا لما أكون عم بحكي كشخص غير لما تحكي دولة، أنا برأيي مفروض الدولة تتدخل بغض النظر وهل هو الأب كان بيستاهل إنه ينسحبوا أولاده، وهي العيلة عم تعنف فعلا أولادها. مو هو الحل إنه نحن ناخذ أطفالهم، بنوجههم، بنعاقبهم، بنعمل اي شيء، بس مو الحل اني انا عاقب الولد. هيك ما عاقبت الاب، انا عاقبت الولد اني اخذته من عيلته وعطيته لعائله ثانيه، لدين ثاني، لعادات وتقاليد ثانيه، دمرته نفسيا يعني للولد. فهي برسم الحكومه الجديده انه تحكي باسم الشعب السوري انه السوسيال بعد اذنكم اخذتوا اولادنا رجعوا لنا اياهم هن وابائهم، نحن اولى فيهم. لما يكون طلب من دولة او من حكومة نظامي، غير ما يكون هالناس عم تجي بتقعد وتروح وتراجع السوسيال وتقيم وتجي وما يطلع معها شيء. في كتير ناشطين عم يشتغلوا لعودة الأطفال لآبائهم أو هي، بس ما عم يطلع معهم شيء للأسف. وفي ضياع للأولاد هي اللي عم بتروح. في نسبة انتحار، حتى بنت عراقية عمرها 14 15 سنة انتحرت من فترة قريبة بسبب السوسيال وهالأمور هي اللي أخذوها. ووجهت كتير رسائل، وبس بعثت كتير رسائل وما اجى نتيجة، وقالت انه انا حانتحر اذا بدي ضل، وانتحرت وما عندهم مشكلة. فهي برسم الحكومة السورية الجديدة او المؤقتة، تمام، سموها اللي بدكم. بغض النظر انا مع او ضد الحكومة الجديدة، تمام. و... وكمان صارت اللي عم يطول لسانه ويقول ما عملوا شيء وما ساووا شيء والشيء الجاي بخوف وما بخوف مدري ايش، طب لسانك بتمك. برأيي انا، برأيي الشخصي طبعا، ما فرض على حدا، بس يعني شيء بيهز البدن. اللي عم يطالبوا بالعلمانية، واللي عم يطالبوا بالدولة مدنية، واللي بيطالبوا هذا العلاق. وين كنتوا لما كان موجود النظام؟ إذا أنتوا حابين هذا الشيء، أو تفضلوا على المعارك، تفضلوا على الساحات، بعدين علقوا هذا العلاق. واللي كانوا عم يطالبوا بالنسوية، لما جابوا بالنسوية واحدة محجبة ما عجبتهم، بغض النظر انه محجبة ولا غير محجبة. يعني هن بدهم تسيب، ما بدهم لا المساواة ولا بدهم الحياة المدنية ولا بدهم هذا كلياته، بدهم بس انحلال مجتمع منحل.
وهذا بعيد عن اسنانكم باذن الله تعالى. وانا بشوف اللي قدمته لهلا الحكومه الجديده جدا جيد. هذا برجع بقول بنظري، ما بيخلى من بعض الاخطاء، برجع بقول بنظري، انا عم بحكي وجهه نظري انا الشخصيه، ما بطرحها، ما بفرضها على حدا ولا بمليها على حدا. تمام. بس اما لما السيد احمد الشرع يقول الاطفال ترجع لسوق، عفوا اللاجئين، نحن بدنا اللاجئين يرجعوا، كمان يا ريت يطلعوا على موضوع اطفال اللاجئين اللي انسحبوا من السوسيال باوروبا، كمان شو موقف الدولة السورية او الحكومة المؤقتة السورية من هذا الموضوع. ودمتم بامان الله. الحديث كتير والقصص كتيرة والسير كتيرة، بس حبينا نختصر عليكم. واهم شيء موضوع الشيء اللي كنا ماشيين فيه تبع تأسيس المشاريع، دراسة الجدوى الاقتصادية، التكلفة، وكيف بدي بيع وكيف بدي اشتغل. حابين نكمل فيها ولا نستنى لحتى اتعافى تماما ونرجع ننزل فيديوهات حلويات ووصفات؟ تمام. فاكتبوا لنا بالتعليقات اذا عندكم اسئلة نجاوب عليها بفيديو تاني، واذا بتحبوا نكمل او نستنى لحتى نتعافى وننزل فيديوهات وصفات بس. ودمتم بامان الله. باخر هذا الفيديو كان معكم شيف فراس من طبخات شاميه. اكيد لا تنسونا من دعائكم والدعاء للست الوالده والوالد وكل مريض، ولسوريا انه ان شاء الله بكره يكون اجمل واحلى. ودمتم بامان الله.